بتتخانق مع المدرس عشان خلاها ما تغشش. حضرتك ده امتحان، والمفروض ان انا ما اخليكيش تغشي، انا دوري اصلا اخليكي ما تغشيش، وانا لو مكان المراقب مش هسمح لك انك تغشي. كفايه تربيه اجيال بتخلص تعليم بالغش. لازم تعتمد على نفسها، لازم تذاكر، لازم تتعب، لازم يواجهوا فشلهم ويتعلموا منه. العلم والمعرفه هم اهم بكتير جدا من انك تكون ناجح. انك اصلا ممكن تكون ناجح من غير ما يكون عندك ولا علم ولا معرفه. ممكن تخلص بكالوريوس او ليسانس وانت طالع من الكليه بتاعتك ابيض. لازم كل الناس تعرف ان طعم النجاح الصعب هو احسن بكتير من طعم النجاح السهل. الطلبه من كتر ما هم اتعودوا انه يخش كل سنه يغش وينجح، كتر ما بقى عندهم لا مبالاه، من كتر ما بقى عندهم احساس بعدم المسؤوليه ناحيه اي شيء، بقى بيقولوا احنا 16 سنه وفينا اللي مكفينا، احنا مضغوطين بما فيه الكفايه. دي مصيبه. ضغط ايه يا فندم وانت عندك 16 سنه؟ المفروض بعد يوم زي كده تروحي تراجعي نفسك. المفروض يوم زي ده كل الطالبات وكل الطلبه يرجعوا يراجعوا نفسهم. ان صدقني اللي بينجح بالغش بينجح فعلا، ولكن للاسف بيكون عايش بدون قيمه في المستقبل.